تخيل معايا عندك مهمة باش تنقذ طفل، ولكن في ثواني قليلة كتلقى مدينة كاملة باغية تقتلك، وهذا الشيء هو اللي طرا لتايلر رايك. كتبدا القصة مع أوفي خارج من المدرسة مع صحابو، غير خرج ركب فواحد الطوموبيل خاصة. علاش؟ حيت أوفي ما كانش ولد عادي، كان ولد واحد من أخطر تجار المخدرات في الهند، وبسبب النفوذ ديال باه كان عايش تحت حراسة مشددة ومحروم من حياة عادية بحال الشباب اللي في عمره. وكثر من هذا الشيء، باه كان مشدود في الحبس وخلى المهمة ديال حمايته كاملة فوق الكشف ديال ساجو. شكون هاد ساجو؟ هاد ساجو هو الحارس الشخصي ديالو وجندي سابق في القوات الخاصة. ولكن أوفي كان كاره هاد الحياة وكان غير كيقلب على الفرصة باش يعيش نهار عادي بحال أي شاب في عمره. وفي واحد النهار غفل عليه الحارس ديالو واستغل الفرصة وقرر يخرج مع صحابو لواحد البواط باش يسهر شوي وينسى الضغوطات اللي عايش فيها. وهما جالسين كيهضروا كانت واحد البنت هي وصحابتها جالسين موراهم، وكانت هذيك البنت كتشوف أوفي وكتضحك وكان باين فيها معجبة فيه. زعموا صحابو باش يهضر معاها ولكن ما قدرش، وقال ليه صاحبو انا عارف شنو خصك. خرجوا لبرا وقبل ما يدير اي حاجه كنشوف واحد الطوموبيل غريبه وقفت قدامهم، ولكن ما كانش عارف ان البوليس الفاسدين ديال الامير عاصف كانوا كيتسناوه من شحال هادي. وفي ثواني قليله قتلوا صاحبو قدام عينيه وخطفوه. هذا الاختطاف ما كانش عشوائي، كان مدبر من طرف الامير عاصف، واحد من اخطر تجار المخدرات في بنغاليتش. والهدف ما كانش اوفي، الهدف كان هو باه، والغرض هو تصفية حسابات قديمة بيناتهم. نمشيو للحبس مني وصل الخبر ديال الاختطاف للاب ديال اوفي. كلشي توقع انه غادي يخلص الفيديو وينقذ ولدو، ولكن الا دارها غادي يبان ضعيف قدامهم. والقرار اللي خداه كان صادم كلشي. الاب بقى كيغوت على الحارس ديال ولدو وكيلومو حيت امرو باش يبقى مراقبو 24 ساعه على اختها، وختمها معاه قال ليه يا غادي تلقى اوفي وتجيبو، يا غادي ترحم على العائله ديالك. من بعد هذا التهديد ساجو عرف انه بوحدو مستحيل يقدر ينقذ اوفي. هادشي علاش تواصل مع نيك خان، وهي متخصصه في تنظيم المهمات الخطيره، وطلب منها تلقى ليه افضل مرتزق. وهنا غادي يتدخل تايلر رايك اللي شفنا في الاول ديال الفيديو. هاد تايلر رايك مرتزق محترف وما عمره ما فشل في شي مهمه، خصوصا في المهمات الكبار اللي كتبان مستحيله. ولكن مور هاد القوه ديالو كاين واحد الماضي اسود، واللي هو فقدان ديال ولدو. فقدان ولدو خلاه غير عايش هكاك بلا اي هدف، ولا كيدخل الاخطر المهمات بلا ما يفكر وما بقى عنده ما يخسر. مني قالت لي نيك على المهمه قبلها عادي بلا ما يتردد واش الطريق لمدينه داكا، وما كانش عارف ان هاد المهمه اللي كتبان بسيطه غادي تولي اسوأ حرب عاشها في حياته. من بعد ما وصل تايلر لمدينه داكا اتفق مع رجال عاصف يتلاقاو في واحد الشارع على اساس انه جايب لهم الفدية. وهذا الاتفاق كانت نيك هي اللي دارته، ولكن مني وصل خطفوه وداوه للبنايه اللي كان مخبي فيها اوفي. اول حاجه قالوها ليه هي الفلوس. تايلر جاوبهم بهدوء، قال لهم قبل كل شيء بغيت نشوف الولد. من تاكد ان اوفي مازال حي قال لهم الفلوس حطها لتحت، وهما هابطين في الدروج باش يجيبوها بدا الهجوم. قرطاسه وحده طيحت الحارس الاول، ومن بعدها كمل على الثاني واخا يديه كانوا مكتفين. قدر يقتلهم، طلع للطابق الفوقاني وبدا كيقتل الحراس واحد مورا واحد حتى حرر اوفي. في هذيك اللحظه بان ان المهمه نجحات وانهم غادي يخرجوا من المدينه بسهوله، ولكن يلا غادي ترون ديال بصح. غير خرج تايلر واوفي من البنايه وصل الخبر مباشره للامير عاصف، تصدم وامر الرجال ديالو وحتى البوليس الفاسده اللي كانوا كيتعاونوا معاه كيسدوا المدينه كامله، ما بقى حتى شي مخرج وكلشي كان كيقلب على تايلر. في هذا الوقت كان تايلر مخبي في واحد البلاصه مهجوره، بدل حوايجو هو واوفي وعطاه شي حاجه ياكلها. ومن بعد عيط للمجموعه ديال نيك وقال لهم اني الولد عنده. من بعد شدوا الطريق وسط الغابه، وكان تايلر كيسحب ليه انه قدر يهرب منه، ولكن اللي كان كيتسناهم كان خطر بزاف من اللي فات. غير دخلوا للغابه بدا تايلر كيحس ان شي واحد كيتبعهم. في هذا الوقت كان ساجو قدر يوصل للمكان اللي مخبي فيه تايلر، وهنا كيوقع اول لقاء بين جوج رجال خطيرين وبجوجهم مقاتلين محترفين وتقريبا نفس النيفو، وبجوجهم باغيين ينقذوا طفل واحد، ولكن كان كل واحد فيهم عنده هدف مختلف. واحد شويه بدا ساجو كيطلق عليهم القرطاس، وتايلر كان مضطر يهرب اوفي وسط الغابه وهو كيرد عليه باش يوقفوا مع عليه قنبله، ولكن الزهر ديال ساجو ما جاتش فيه وقدر ينجا منها باعجوبه. بعد مطارده خطيره وسط الغابه وصل هو اوفي الطوموبيل وقدروا يخرجوا قبل ما يوصل لهم رجال عاصف. من بعد ما خرجوا من الغابه تايلر شد الطريق بسرعه وهو عارف ان الوقت ما بقاش في صالحه، ولكن غير دخلوا للمدينه بداو السيارات ديال رجال عاصف تابعينهم من كل جهه.
ومن هنا بدات واحده من اخطر المطاردات اللي كاينه في القصه. تايلر كان كيسوق باقصى سرعه وهو كيتفادى القرطاس والطوموبيلات اللي كانوا كيحاولوا يوقفوهم، وفي وسط المطارده كان كيدابز وكيسوق وكيحاول يحمي اوفي في نفس الوقت، وبمعجزه قدر يفلت منهم. ولكن كان واضح ان الهروب غادي يولي صعيب مع كل دقيقه كانت كدوز. قدروا يهربوا بعد معاناه وطلعوا لواحد العماره، تبعوهم الرجال ديال العاصفه وفي ثواني قدر يقضي عليهم واحد مورا واحد، وحتى قالوا ما بقى حتى واحد وهو يخرج لهم ساجو من الجنب. بقى مقاتل معاه لمده طويله، طاحوا في الارض وناضوا كملوا المدابزه. واحد شويه دخلت الطوموبيل في تايلر، ساجو استغل الفرصه وخدا اوفي داه معاه، غير هو تحرك معاه شويه دخل فيه تايلر بالطوموبيل فرشخو. بقاو هاربين حتى وصلوا لواحد المعمل وريحوا في واحد المكتب. في هذا الوقت وصلت اخبار جديده كانت ممكن تبدل كلشي. نيك عرفات ان الاب ديال اوفي ما بغاش يخلص الفلوس اللي كانوا متفقين عليها مقابل المهمه، وهذا الشيء كيعني ان تايلر ما غادي ياخذ حتى ريال. اي مرتزق اخر كان غادي يخلي الولد ويمشي بحاله، ولكن تايلر اتخذ قرار غادي يبدل كلشي. من بعد هذه المكالمه كان ممكن ان تايلر يقدر يخلي اوفي ويمشي بحاله، ولكن ما بغاش، حيت مع كل دقيقه كانت كدوز كان كيبدا يشوف في هذا الطفل ولده اللي فقد. اما اوفي حتى هو بدا كيثيق في تايلر اكثر من اي وقت فات. من بعد ساعات ديال الهروب كان تايلر عارف انهم ما غاديش يقدروا يكملوا بهذه الطريقه. تذكر واحد صاحبه القديم سميتو غاسبار، كان جندي سابق بحالو، عيط عليه جا خرجهم من هذيك البلاصه. ملي وصل للدار رحب بهم وعطاهم بلاصه فين يرتاحوا فيها. حتى اوفي ارتاح لاول مره من بعد الاختطاف، ولكن هاد الراحه ما طولتش بزاف. كان القرطاس غير طاير من كل جهه، والقناصه مراقبين المكان، وكل خطوه كانت ممكن تكون هي التاليه. وسط هاد الحرب كتجي في ساجو قرطاسه وكتنهي المهمه ديالو. اما تايلر فواخا كان مجروح ومرهوق بقى كيتقاتل بكل ما عنده، واللي كان باغي هو يوصل اوفي للهليكوبتر، وبعد معاناه كيقدر يوصلها ليه. وفي هاد اللحظه تايلر كيعرف ان المهمه نجحات، ولكن قبل ما يكمل طريقه كتجي فيه قرطاسه خطيره في عنقه. كيحاول يستحمل ولكن ما كيقدرش، واخر حاجه شافها هي اوفي في الهليكوبتر بعيد على الخطر. من بعدها كيطيح من فوق القنطره، وهنا كيبان ان القصه سالات. من بعد مدة شهور كنشوفوا اوفي رجع لحياته الطبيعيه، ولكن التجربه اللي عاشها ب 380 درجه. الولد اللي كان خايف وضعيف ولا اكثر قوه وثقه في راسو. في واحد النهار هو في لابيسين ديال ليكول ديالو كيغطس تحت الماء وكيبقى حابس النفس ديالو بنفس الطريقه اللي كان كيديرها تايلر. من بعد كيطلع وكيشوف واحد الشخص واقف بعيد وكيشوف فيه. هاد الشخص كان كيشبه بشكل كبير لتايلر، وفي ما بقاش كيشوف تايلر غير مرتزق، ولا كيشوف فيه الشخص الوحيد اللي ضحى بكلشي باش ينقذو. ولكن السؤال اللي بقى محير الملايين هو واش تايلر نجا من الطيحه ولا كان هذا غير الخيال ديال اوفي. بالرجوله الخوت، الا وصلتوا حتى لهنا غادي نطلب منكم طلب واحد، واللي هو اللايك والسبسكرايب وشي كومونتير يكون زوين بحالكم، حيت الهدف ديال القناه هو نوصل ل 1000 مشترك قبل ما يتسالى المونديال. وشكرا بزاف على المشاهده، تهلاو.